دول يوسيا وسارة بيلعبوا سباحة من وهم في بطن امهم، وابوهم هو اللي بيدربهم لانه كان بطل في السباحة وكان نفسه انه يلعب في الاولمبياد، بس ما قدرش يحقق الحلم ده لانه كان بيأدي الخدمة العسكرية وهي اللي عطلته. فعشان كده كان بيحلم ان بنت من بناته تبقى بطلة اولمبية. ويوسيا كانت هي الافضل في السباحة، وابوها كان شايف انها هي اللي هتحقق له الحلم ده، على عكس سارة اللي كانت متهورة وما كانش ليها في السباحة قوي. هي شاطرة وكل حاجة بس دماغها ما كانتش في السباحة. وكانوا عايشين مبسوطين وسط امهم وابوهم واختهم شهد الصغيره وباقي عيلتهم الكبيره، وكانت لسه سوريا بامان وسلام. بس لما الحرب بدات في سوريا مفيش حاجه فضلت على حالها، وبقى اللي بيتقتلوا اكتر من اللي بيتولدوا، واوقات الحزن والاسى والبكا على اللي راحوا اكتر بكتير من لحظات الفرح. وسوريا ما بقتش مكان امن ليهم. وواحده صاحبه ساره هجت على المانيا وبعتت طلب لم شمل لعيلتها وسافروا لهم هناك. فسارة عرضت على أبوها الفكرة دي، بس أبوها رفض لأنها مش سهلة زي ما سارة متخيلة وكلها عواقب، ولا قدر الله ممكن تموت في الطريق. لحد ما في يوم يوسيا كانت بتنافس على بطولة محلية في النادي، هوب وقع القنبلة على النادي، مات شابين وناس كتير اتصابوا، بس الحمد لله باقي الناس طلعوا سلام. ساعتها حس أبوهم إن فعلا الوضع ما بقاش آمن ليهم في سوريا. وكمان يوسيا اتحايلت عليه وقالت له انها لو هاجت المانيا وخدت حق اللجوء هناك هتقدر تلعب في الاولمبياد وتحقق حلمه. وابوهم موافق بس على شرط ان ابن عمهم نزار يسافر معاهم عشان ياخد باله منهم. وفعلا جهزوا شنطهم وابوهم اداهم فلوس بزياده وقال لهم خلوا بالكم على نفسكم. وسافروا اسطنبول، وكانوا المفروض من هناك هيقابلوا حد يهربهم لألمانيا، بس ما لقوش غير واحد هيهربهم لليونان وياخد منهم كل واحد 2000 دولار. فوافقوا، ما هما ما كانش قدامهم حل تاني، وخدهم في اتوبيس لمدة 10 ساعات ودخل بيهم في حتة بعيدة كده على البحر، وخلاهم يباتوا ليلة كده في الطل عقبال ما يجيب لهم المركب اللي هتنقلهم. وتاني يوم جاب لهم حتة مركب معفنة كده ما تستحملش 2-3 على بعض، ويركب عليها فوق 30 واحد، وكمان الموتور بتاعها شكله بايظ وما كانش عايز يشتغل في الأول. وبعدين اشتغل وقال لهم طريق السلامة انتوا. وطبعا كلهم كانوا خايفين بس ما كانش قدامهم حل تاني، ومنظرهم وهم في وسط البحر بصراحة يخوف، وربنا ما يكتب على حد انه ييأس من بلده ويقرر يهرب منها بالشكل ده. والمخرج بيقدر يوصل لنا فعلا معاناة الهجرة الغير شرعية. وهم بقى في نص البحر الموتور بيعطل، وكمان المركب بدأت تتملي مية، فكان لازم يخففوا الوزن شوية، فبدأوا يرموا كل الشنط اللي كانت معاهم عشان يخففوا الوزن، بس برضو الوزن كان زيادة والموتور مش عايز يشتغل. لحد ما سارة جات لها فكرة انها تخفف الوزن وقامت نطت في البحر. اختها يوسيا شافتها قامت نطت وراها، وفعلا الوزن خف شوية والموتور اشتغل، ويوسيا وسارة خدوها عوم لحد اليونان، وده طبعا انجاز. ولما راحوا اليونان بقى كان في مخيمات للاجئين وادوهم اكل وشرب وهدوء، واستريحوا لهم يومين، وبعد كده بقى بدأوا مشوارهم عشان يوصلوا لألمانيا. وكان الطريق طبعا مش سهل خالص وكله مخاطر، ده غير ان لو البوليس قبض عليهم هيرحلهم على بلادهم. وبيقدر المخرج ينقلنا معاهم من مكان للتاني ويبين لنا اكتر واكتر الصعوبة اللي شافوها عشان يوصلوا لألمانيا، وان نسبة اصلا نجاحهم للوصول لألمانيا كانت لا تتعدى 1%، ومعظم الناس اللي كانوا معاهم اتقبض عليهم وترحلوا. لما وصلوا بقى ألمانيا بالسلامة، منظمة كده بتساعد اللاجئين حطتهم في مخيم للاجئين لحد ما يظبطوا أوراقهم ويقدروا يقننوا وضعهم في البلد. وعدى على الوضع ده شهرين، والمعاملات الورقية هناك بتاخد وقت كتير، وكأن البلد مش عايزة تديهم تصاريح أصلا وعايزينهم يفضلوا في المخيمات دي. بس يوسيا ما استسلمتش وقعدت تتمرن وتتمرن، وكمان راحت لنادي فيه تدريب سباحة، وطلبت من المدرب انه ياخدها هي واختها في الفريق بتاعه. فالمدرب قال لهم اتفرج عليكم واحكم، وفعلا شاف ادائهم لقاهم محترفين سباحة، ولما عرف قصتهم اعجب بيهم كمان، وجاب لهم سكن كمان في النادي بعيد عن مخيم اللاجئين عشان يركزوا في التمرين ويقدر من خلالهم يكسب بطولات. وكانت يوسيا نفسها تخش الاولمبياد وتلعب باسم سوريا، بس المدرب قال لها انا اسف يا يوسيا بس ده مش هينفع. وراحت سارة عشان تقدم طلب اللجوء ولم الشمل، بس قالوا لها لا والله مش هينفع نجيب لك اهلك هنا، احنا مش فاتحين سبيل، كفايه اننا مستحملينك انت واختك.
ويلا اتفضلي بقى بره عشان في ناس كتير معفنه زيك كده عايزه اوياها. لما يوسيا عرفت باللي حصل ده قعدت تعيط واتخانقت مع سارة وقالت لها يا ريتنا ما سافرنا يا ستي ولا كنت سمعت كلامك، ادينا اتفرقنا اهو مش عارفين هنشوفهم تاني ولا لا. بعد كده المدرب بتاع يوسيا قال لها ليكي عندي خبر حلو، احنا دلوقتي نقدر نروح الاولمبياد، بس مش من خلال منتخب سوريا، من خلال منتخب اللاجئين. بس يوسيا ما فرحتش لانها كان نفسها تخش الاولمبياد باسم سوريا. بس سارة اختها قالت لها دي فرصتك الوحيدة عشان تلعبي في الاولمبياد، ما تضيعهاش من ايدك، يمكن ساعتها حالنا كله يتغير. وفعلا وافقت يوسيا، والمدرب اشتغل معاها جامد قوي عشان يأهلها للاولمبياد، مش بس للمشاركة لا وكمان للفوز بالاولمبياد. وفعلا وصلت للاولمبياد وشاركت وفازت بالمركز الاول كمان، وقدرت تحقق حلم ما كانش سهل خالص. وعلى رأي الشاعر ما قال وما نيل المطالب بالتمني انما تؤخذ الدنيا غلابة. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه بس تعبني كومنت عشان ابطل.